العلف الممتاز السوبر بروتين 23 عندي وبس. يلا يا جماعة نعمل العلف البروتين 23 علف مضمون عندك في البيت. اللهم صل على سيدنا محمد. ندخل بقى في الفيديو ونصلي على النبي ومكوناتنا ايه، ويلا بقى ندخل مع قناة نوعاتي مع طيور في بيتي، حاجات جميلة جدا وممتازة. السلام عليكم ورحمة الله. زي ما شايفين عنوان الفيديو العلف السوبر الممتاز بروتين 23. من النهارده بقى مكونات جميلة جدا، مكونات يعني حاجة كده فوق اللوز. نتكلم بقى نقلب صعيدة كده أو أرمنتي. يلا بقى يا حبيبتي النهاردة هنعمل علف بروتين 23. قلت لكم 3 مرات بروتين 23 وعن تجربة هتأكلي لطيورك. مفيش إعدام طيور ولا أي حاجة، بشوية تكات شوية حركات في البيت هتعملي بها إيه؟ بمكنة بسكويت هنعمل علف سوبر بروتين 23. طبعا مع قناة نوعاتي مع طيوري. ادخلي بقى واعملي لي لايك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله تعالى. النهارده قلت بقى ايه، لا انا مش عايزه اعدم فراخي، لا انا هعدم ليه؟ طيب انا كده خسرانه، لا انا لازم اعرف اعمل ايه. المهم بقى يا روحي رحت بقى ايه، رحت الراجل بتاع الغله، جبت بقى ايه، ركزي معايا، جبت كيسين كركم ب10 جنيه. كيسين كركم، الدنيا غليت قوي بس انا اقدر اعمل اشوال ب 170 و200 جنيه 10 كيلو، اجيبه ب50 جنيه. اجيبه ايه؟ ب50 جنيه. ركزي معايا بالله وانا معاكي في كل كلمه، كل كلمه انا بقولها انا مسؤوله عليها. اول حاجه هنجيب بودره بلاط، دي اول حاجه. 2 هنجيب كيس خميرة اللي هو بتاعت العجول من الصيدلية البيطرية. 3 هنبدأ نجيب ملح، كيس ملح من عندك في البيت وطبعا كلنا عندنا ملح. 4 هنجيب شوية برسيم عندك كده، أي برسيم عندك رابطة ب5 جنيه. 5 هنبدأ نجيب فول صويا، لو مفيش فول صويا البديل ليه الفول المدشوش اللي هو بتاع الطعمية وكده. كيلو ده ب12 جنيه. هنجيب 2 كيلو. عايزين بقى ايه؟ الذرة الصفراء الكيلو بتاعها ب8 جنيه. هنبدأ بقى هيبقى معانا قلنا الملح، وقلنا عندي شوية بلح بقى، خوش بلح ده جميل جدا. بصوا بفصفص البلح وبصوصه، دي النتيجة. اللهم صل على سيدنا محمد. قسما بالله دي النتيجة. بصوا انا بحاول ايه ده لين ده، بنشف فيه اهو. بصوا ده بروتين 23. يلا بقى يا حبيبتي خليكي ممتازة كده، وكل حاجة احنا هنعملها من في البيت ممنوع الغلاء. مفيش اعدام من النهارده، مفيش اعدام طيور، مفيش اعدام كتاكيت، مفيش اعدام زغاليل. شوفي انا بقول لك ايه، والله العظيم والله العظيم تحفة 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 للفراخ. انا جربته حاجة جميلة جدا جدا، جميلة جدا جدا. تمام. وايه تاني انا نسيت اقول لكم، حطيت شويه رده، كان عندي شويه رده وفل كده وتمام. عندك عايزه تحطي بقى سوائل اللي هي بقى توابل اللي هي بقى الكمون الكزبره عشان الغازات، ما فيش اي حاجه يا حبيبتي. عندك فول صويا حطي فول صويا. انا دورت على فول الصويا ما فيش، البديل بتاعه ايه؟ الفول المدشوش اللي هو بتاع الفول بتاع المدمس. جبنا بقى ايه، ما نجحتش ولا اي حاجه، فضيته ببعض كده، عملت ميكس. بعدين بقى يا روحي جبت المكنه، كلنا عندنا مكنه بسكويت، وبدات اعمل كده واقطع، اعمل كده. بصوا خلطته ازاي اهو، اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. هقول لكم المكونات تاني، وكمان نسيت ما اقول لكم البيره والملح واللهم صل على محمد والفول السوداني وجر البلاط وشويه علف مننا شارياهم، واهو اللهم صل على سيدنا محمد شويه بلح مسكرين وشويه ذره. وده يا حبيبتي المكونات بتاعتنا. وقلت ان انا اهو هركب بقى ايه، عشان ما حدش يقول لي جبت جهاز بمليون جنيه ومش عارفه ايه. لا يا حبيبتي انا مش هقول لك جهاز ولا اي حاجه، انا بقول لك يا روحي بس تشيل الفصق بتاع البلح بالمكنه البسكوت وتصلي على النبي. وانا بعلمكم وان شاء الله باذن الله كل حاجه مفيده وكل حاجه جميله باذن الله. وشكرا جدا جدا اللي هيعمل لي لايك، وان شاء الله باذن الله انا معاكم في كل حاجه، ومع بعض بقى بكل تكه ان شاء الله. وكل حاجه اهو على عينك يا تاجر. اهو الفول بودره البلاط، الفول شويه بقى علف اهو عشان اللون، شويه رده اهو، شويه رده، شويه ذره صفراء مدشوشه كله مدشوش. شويه البلح بتكون فصيه منهم ايه البتاع
شوية برسيم كمان، كل ما تحط برسيم كل ما الأمور تبقى معاكي جميلة. الكركم بقى والبيرة اهو، وشوية ايه بقى الملح، وأمورنا يا حبيبتي تمام وجميلة جدا جدا. اللهم صل على سيدنا محمد، الله أكبر علينا. احنا من النهاردة بقى هنفتح بيوت وتبقي بقى ست بيت ممتازة، ومفيش بقى ايه ذبح ولا ما ذبحش، ذبح ولا ذبحش. احنا النهاردة عندنا كلفة علفة بروتين 23 سوبر، بدون لا الله أكبر الله أعظم، بدون أي حد يقول بقى إعدام ولا مش إعدام. إعدام إيه؟ الله منكم لله، احنا مش هنعدم ولا أي حاجة. تركات حركات تحط في المكنة أهو، ونصلي على النبي ونقول اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن شاء الله بإذن الله حاجاتنا بقى جميلة، وشفتوا بقى النتيجة نتيجة سهلة وبسيطة وجميلة، وبسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد، صلى عليه منك ليها حاجاتنا تحفة. وزي ما طبعا استنتظرونا كل يوم في جديد، وكل يوم احنا مع بعض بنبدأ نعمل الحاجة بتركات بحركات. قناة منوعات يوم عطور يا جماعة، هتستفيدي منها. وزي ما قلت لكم الشعار بتاعنا البساطة والجمال، ونبدأ نعمل كل حاجة ان شاء الله. يلا يا روحي ما تنسيش بقى في اللايك، وان شاء الله بإذن الله ربنا يقدرني. انتظروني في فيديو احسن من كده. وزي ما شايفين اهو، بصوا انا برجع ورا قدام. بس عايزه اقول لكم على حاجه، بس عشان ما ينشفش معاكم بتحطي له شويه ميه انت لما تيجي تبدا. وكمان لو في بصل وتوم، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، حاجه تحفه فوق اللوز يا لوزه. قسما بالله عن تجربه، الحاجه دي كل ما يكون فيها بصل كل ما تعدي معاك، وكده بقى ايه عدى الصبر يا جدعان. ده اضمن واحسن من انك تشتري العلفة اللي هي بتكون الله اعلم مصدرها ايه، سواء بتكون اصلية ولا مش اصلية معرفش، بعد ما تدمري بقى في الكتاكيت بتاعتك. طيب دلوقتي بقى بعد ما خلصت وخلاص وبدأت بقى نفرم كمية. انا فرمت كمية، وبعدين تاخديه بقى تفرشي عليها حاجة في الشمس، تبدأ ايه تنشفي الحاجة دي. بس انا بدأت ارش عليها شوية ذرة ناعمة من فوق عشان بس تنشف معايا، لاني طبعا زي ما عارفين المكنه ما بتبقاش تقيله معاكي وبتبقى ايه صعبه. فانا بعد بدات ايه بقى يا حبيبتي، حط كده واعمل كده، يلا 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 يلا. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك علينا، والله اكبر علينا. احنا ستات البيوت اللي بقى محدش ايه يقدر علينا، احنا بقى اللي ايه ما يقدرش علينا في الشغل في الحاجات، لا احنا بنجيب دي بدل دي ودي بدل دي ودي بدل دي. هي الست بقى الشاطرة اللي دايما بقى ايه تبقى ايه موفرة وتبقى جميلة جدا جدا. واللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبكده احنا مفيش اهدام طيور ولا اي حاجة، العلف في بيتك وهنأكله قدامكم للطيور. واتفرجوا بقى على الحاجة بتاعتنا وهوريكم الفرق اهو. انا شاريه حبايه اهو، الفرق بينه وبين الجديد والله العظيم ما في فرق، والله تاني ما في فرق. جربي بقى وقولي لي يا حبيبتي. واللي غيران مننا يجي يعمل ايه زينا. وهو تكات حركات بتاعتنا اللهم بارك، نجيب دي في دي، وحاجتنا جميله جدا وسهله. والنبي انا عايزاكي بقى ايه نفكر، مش احنا بس عايزين خمسة بقى نشغل دماغنا ونشوف الحاجة هتطلع ايه قلاطة يا قلاطة. يلا بقى يا جدعان، ان شاء الله بإذن الله اخبار حلوة جدا. وبس احنا بنتعب قوي عشان نجيب لكم الحاجة. متنسيش بقى في اللايك، وان شاء الله باذن الله كل حاجه جميله هنبدا نقدمها لكم، بس محتاجين اللايك في الفيديو. الفيديو بتاعنا تعبنا فيه جدا جدا جدا، ومتنسيش بقى في اللايك. وان شاء الله باذن الله ربنا يقدرنا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل حاجه جديده كل حاجه رخيصه مش عايزين نجيبها، احنا هنعملها في البيت. وعلى فكره ممكن تكون يدوي زي ما احنا عاملينها. وفي قطاعه بس اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد بتاع البسكوت الجمع، بيبقى اللي هو بيبقى بادي نامي. لو انت عايز تعملي بادي نامي اللي هو الصغير خلاص، بس تزودي له شويه ميه. ويا ريت في الميه دي تكوني ايه عاملاها بالكركم وبيرة كمان. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، حاجة كده فوق اللوز يا لوز. اللهم بارك اللهم بارك. وتوم بقى والبصل، نسيت ما اقول لكم على البصل، انواع بصل كتير وبراحتك. وبكده اتأكدي ان الفرخ بتاعك بياكل البرسيم والعلف والفول والذرة الصفراء والردة وبودرة البلاط
وكل حاجة، والبيرة بقى والملح، ولو عندك فوسفات برضو تروح تجيبيها من الصيدلية البيطرية، مش هيقولك لا برضو. حبابك حبابك وايه وملك غيابك. وطبعا وكده بسم الله ما شاء الله علينا. بصوا بصوا، يا سلام، اللهم صل على النبي يا روت، يا الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هنخلص كده الحاجة وبعدين نجيبها نفرش حصيرة بقى. بصوا المية اهو، اهو شفتوا تركات بقى، حركات، حاجات جميلة يا ست الكل اهو. بصوا اهو، اللهم صل على سيدنا محمد اهو. وكده احنا خلصنا، وهوريكم اقرب لكم الكاميرا منه شوية برضو قريب. بصوا اه، الله اكبر عليك الله اكبر عليك يا رودي اهو. وبكده عملنا العلف، وربنا بقى يزيد ويبارك. الخضرة اهو، وعلفنا بقى مضمون، حاجة شايفاها قدامك، عارفة بتدي الطيرة بتاعتك ايه بدون ما تتعبي ولا اي حاجة. اللهم صل على سيدنا محمد اهو. قرب شوية اهو، بسم الله ما شاء الله اهو. يا سلام عليك يا رودي اهو. نحطها بقى في الشمس ونسيبها بقى، ونصلي على النبي ونصلي على رسول الله، وربنا يوفقنا ويكرمنا بإذن الله بالصحة والعافية وراحة البال إن شاء الله بإذن الله. وانتظرونا في فيديو جديد، فيديو أحسن من كده، هنقدم حاجات جميلة جدا، وهعمل لكم العلف بتاع الأرانب في الفيديو اللي جاي بإذن الله. واهو هنبدأ نفرش الحاجة بتاعتنا اهو. فرشنا بقى أي حاجة عندك، حصيرة أي حاجة، ونبدأ بقى يروح تفضي بقى ايه العلف بتاعك اهو. اهو، وب50 جنيه هتعملي بقى ايه علف. ودي عاينة بقى من العلف، وانا هكمل الباقي بعدين لان طبعا مفيش وقت ايه، بس حبيت اوريكم عاينة وابدأ ان انا ايه هكمل اهو. شايفين؟ بس ما تضغطيش عليه جامد عشان ايه ما يتكسرش معاكي. وانتظرني بقى ان شاء الله باذن الله. هنبدا نجيب نعمل العلف بتاعنا بتاع الارانب. هنكتر الخضره اكتر، لان طبعا ايه العلف بتاع الارانب بيبقى كله نصه برسيم، مش زي ده بنركز بقى على على الفول الصويا او الفول السوداني، الفول المدمس والذرة. وبكده احنا ان شاء الله باذن الله نكون استفدنا من الفيديو. يلا حبيبتي، طيب فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.